اولا صل على سيدنا محمد. ثانيا لو انت ما عندكش اي خبرة في صناعة الويب، ففي الفيديو ده هخليك تنسى الكلمة دي، عشان جالك العبد لله عشان اوضح لك في الفيديو ده حاجات معينة. فاستعد كده عشان هناخد غطس في السريع ونعمل الفيديو ده. Let's go. Enjoy. المتصفح او الويب، وهو اكبر حاجة بدأ بيها كل المنصات زي جوجل وفيس ويوتيوب وباقي المنصات التانية. ومع تطور التكنولوجيا فمن السهل ومن اكتر الحاجات اللي لازم تتعلمه ومطلوبة في مجال العمل هو الويب ديفلوبمنت. وفي الفيديو ده هشرح لك تجربتي الاولى في اول مشروع ليا في الويب في الفترة اللي انا قعدتها، واللي هي ال5 ايام اللي فاتوا. طب قبل بس ما نكمل الفيديو، حابب اقول حاجة بس للناس. الفيديو ده متقسم ل3 اجزاء. الجزء الاولاني الفكره، تاني حاجه الحاجات اللي انا عملتها، وطبعا عايز اقول لك فيها حاجه مهمه بس، واخيرا فقره البونص. والفقره دي هتبقى في كل اخر فيديو، هقول لك فيها حاجه هسيبها لك مفاجاه في اخر الفيديو. فطبعا مش محتاج اقول لك انك تكمل الفيديو لحد الاخر. فخلينا نجيب كوبايه الشاي ونبدا باول يوم. اول يوم بدأ معايا في محاضرة الاونلاين للدكتورة، وهي بتشرح حاجة وهي لغة ال HTML. وللمعلومية البسيطة والسهلة، بس ال HTML هي تعتبر لغة بنستخدمها في صفحة الويب وبنعمل بيها الهيكل، واللي بيكون متكونة من صورة ونص وفيديوهات، واللي طبعا بتتكون من 3 حاجات اللغة. اولا تعريف اللغة، واللي طبعا بتبقى علامة اكبر من HTML وعلامة اصغر من، وطبعا بتكتب نفس العلامة دي بس بتزود الداش كنهاية. وطبعا بتتكون من هيد، وده بيكون فيها التايتل او عنوان الصفحة، وكمان كام حاجة بس بيكون المستخدم ما بيقدرش يشوفها، وده لان انت اللي بيكون عاملها ليك انت. والجزء الاخير وهو البادي، وده بنستخدمه طبعا، وده الجزء اللي بنستخدمه عشان نضيف الصور والنص والفيديوهات. طبعا HTML يعتبر كلغة، يعني احنا بنستخدمها في حاجتين، الفرونت اند والباك اند، فلازم تعرف الفرق ما بينهم. حوارنا النهارده هيكون في الفرونت اند اكتر، وخلينا نكمل الفيديو. طبعا بعد ما خلصت الدكتورة الكلام النظري بدأت تيجي للجزء اللي انا بحبه، معزز ومقرب الى قلبي، وهو التطبيق بالكودات. ازاي نطبق ونكتب الكودات ونعمل صفحة. كنت قاعد متحمس ومستني النتيجة اللي هتطلع. واو، اخيرا اول صفحة ليا عن طريق الاكواد وتبع الدراسة بتاعتي، وكانت النتيجة دي. ايه ده؟ سيبك من اللي انت شفته ده، يعني هنظبطه في الفيديو ده. من هنا بقى جات لي الفكره ان اعمل صفحه ويب خاصه بيا، وقررت ان اول حاجه اعملها ان امسح الحاجات دي كلها واعمل نيو فولدر. وبما اني لسه هتعلم معاكم، فبدات افكر ايه المحتوى المتصفح اللي هعمله كاول صفحه ليا، ولقيت الاجابه. بما ان احنا يعتبر في الحر ودخلنا عليه، والحر ده يعتبر من الشمس، والشمس ده في الفضاء، والفضاء ده في السبيس، فقررت اعمل عن الفضاء. بدأت ان اجيب اول حاجة الاسنت واحطها في الفولدر. ولازم نتفق على حاجة كده من البداية، لما نيجي نبدأ في اي مشروع لازم تعمل فولدر تحط فيه كل حاجة هتستخدمها في المشروع، عشان هتسهل عليك فيما بعد حاجات كتير. ما تقرفش نفسك انك تدور على حاجات وتضيع الافكار اللي جواك وانت بتدور على حاجة ملاش لازمة. وبدأت ان ادور واشوف الفيديوهات على اكتر منصة مجانية وهو اليوتيوب. بحثت اولا عن ازاي اعمل صفحة كاملة، وطبعا طلع لي الفيديو ده. وزي ما انت شايف فهو بيشرح فيه ازاي نعمل صفحة عن طريق لغة HTML CSS وجافا سكريبت. يا رب مين بيخبط عليا الصبح؟ عشان انا قلت محدش يخبط عليا وانا بسجل. انت مين؟ واحد بتفرج عليك. ودخلت هنا ازاي؟ من الباب. من الباب. ما انا عارف انك داخل من الباب، انا بتكلم دخلتش هنا ازاي؟ من باب الشقه. ايه هو انت كسرته؟ لا 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 لا، هو كان مفتوح لوحده. وانت جاي هنا ليه بقى ان شاء الله؟ طب يلا غور غور يا اسطى. بس ايه اللغه دي يا لول؟ اطلع بره. طيب ماشي. والباب اللي انت كسرته تصلحه. معلش على اللي حصل. نسيبك من الحوار ده ونكمل بقى الفيديو. اللغات دي احنا بنستخدمهم في صنع الصفحة. بص يا صاحبي، ال HTML بشكل مختص هو بنستخدمه في صناعة الهيكل. وبعد ما بنكون خلاص الهيكل في البروجكت، بنيجي ان احنا ننسقه. ازاي؟ هقولك. طبعا بعد ما بتعمل الهيكل في HTML وبيبقى فاضل وبتحط فيه النص والصور والفيديوهات، بيكون بشكل عشوائي محطوطة في الصفحة كلها. فوظيفة ال CSS ان هي بتساعدك على تنظيم ووصف الفيديو، ان كان طوله او عرضه او حتى الباك جراوند
واللون بتاعه ان كانت نص. اما بقى الجافا سكريبت فده بشكل عام بنستخدمه عشان نحط الروابط والافكتات والزراير اللي المستخدم بيستخدمها على الصفحه، وبقت ممكن من اكتر الحاجات او من اكتر اللغات اللي ممكن تستخدمها هي لوحدها لانك تعمل صفحه كامله، ويعتبر ده من اكتر الحاجات المطلوبه عند الشركات وهو تعلم لغه الجافا سكريبت. وهحكيلك على الحته دي هفهمك فيها عشان فيها حوار كده بس قدام شويه واطبق وراه. بس واجهتني كام مشكله كده في الاول، زي ان الحاجات اللي بيعملها غير الحاجات خالص اللي انا عايز اعملها في الصفحه بتاعتي، وكان في شويه اكواد غريبه وجديده واول مره اشوفها، وغير الاكواد تماما اللي كانت الدكتوره بتشرحها في محاضره الاونلاين. ما تقلقش يا صاحبي انا موجود، هشرح لك الاكواد دي هي عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ واشرح الاكواد لازم تفهم او تعرف حاجة معينة الاول، وهي الترتيب بشكل عام هو مهم بس مش حاجة اجبارية. يعني لو حطيت مكان حاجة قصاد حاجة زي مثلا الهيد وحطيتها مكان البادي هو مش بيحصل اي حاجة خالص ومبيبقاش فيه اي مشاكل. بس انا بتكلم على اللي انا بستخدم فيجوال ستوديو كود. اما بقى من ناحية الناس اللي بتستخدم نوت باد فانا معرفش الترتيب اجباري ولا لا، ده بيعتبر على حسبك انت بتستخدمه ولا لا، وحاول تجرب وتشوف. وصراحة ربنا يسهل معاك عشان في حاجات هقولها في الفيديو ده ممكن ما تعرفش تعملها عندك في النوت باد، واولهم الكود اللي مختصر واللي انت شايفه قدامك واللي هو عبارة عن HTML5، وده باختصار شديد يعني هو بيكتب لك الترتيب ده على طول ويوفر عليك وقت كتابة الكود ده كله، وبيوفر عليك انك تقعد كل شوية تختار الكود صح ولا غلط والجو ده. واللي طبعا بيتكون من اول حاجة واللي هو الدوكيمنت، وده يعتبر هو تعريف الصفحة ان انا هستخدم لغة ال HTML. بعدها بيجي اللينك او الكود ده اللي انت شايفه هو كود اللينك، وده يعتبر اللينك مهم. فايدته ان هو بيربط ما بين اللغتين HTML و CSS، وزي ما انت شايف في الري بتكون قيمتها ثابتة واللي هي stay sheet. اما بقى الحرف فده بيتكتب الاسم الملف اللي بتشتغل عليه، فزي ما انت شايف فالحرف ده يعتبر اسم الملف اللي بتشتغل عليه في لغة ال CSS، وده طبعا بيبقى قيمة متغيرة ما بين المشروع والتاني، وده بيعتمد عليك انت بتختار اسمه ده على حسب اسم التاني. بتبدأ تعمله تعمل سيف للغة وتسميه اسم حاجة، وتبدأ انك تيجي في الحرف تقول ان اسم الحاجة اللي انا سميتها في CSS اسمها فلان، فتبدأ ان انت تكتب فلان دوب CSS في الحرف، وبيبدأ ان هو يربط ما بين ال HTML وال CSS. اما بقى في اكواد تانية للربط بس دي بتربط بقى ما بين صفحة وصفحة تانية. يعني انا عامل مثلا صفحتين وعايز اربطهم ببعض، لما اجي ادوس الزرار ده ينقلني للصفحة التانية، فدي بتكون عن طريق الكود اللي انت شايفه قدامك هو كود الايه. كود الايه زي ما انت شايف برضو في نفس الاسلوب الحرف ده بتكتب فيه اسم الصفحة او البروجكت بتاع ال HTML تانية. يعني انا مثلا عندي صفحتين، الصفحة الاولى انا اللي شغال فيها دلوقتي بفتح تاج بعمل اللي هو ايه، بكتب حرف واكتب اسم الصفحة التانية واللي هي مكان السلاش، وتبدأ انك تقفل القوس تاني وتكتب اسم الصفحة ده عادي يعني زي ما انت شايف. يعني خد بالك بس يعني شايف انت كلمة كلاس دي، بص يا الكلاس دي بشكل عام ومختصر شديد جدا ده يعتبر زي الاي دي اللي انا بديهولك، بقولك ان الفلان ده لما اقول اسمه كذا اعمل لي الحاجات اللي انا هطلبها منك في الاي دي ده. يعني انا مثلا عندي 4 اشخاص اسمهم محمد فعايز افرق ما بين، فبدي كل واحد فيهم اي دي. الاي دي ده يعتبر زي يساوي كلاس، وخد بالك الاثنين ممكن يستخدموا في ال HTML بس احنا خلينا في كلاس اكتر عشان ده اكتر حاجه شيوعا. فمثلا لما اقول لك محمد علي مثلا عايزك تنفذ الاوامر اللي انا عملها لك، ان يطول طوله كذا ويكون في مسافه كذا وان يكون موجود في الصفحه في الحته كذا. اما بقى الاي واللي هي دي اختصار لكلمه لاست، ودي بنعمل بيها قوائم الصفحه زي مثلا الهيدر اللي انت شايفه فوق ده، والهيدر بالاختصار اللي هو الراس، وده يعتبر زي راس الصفحه، وده بيكون فيه كل الاكونت اللي انت بتنقل منها ما بين صفحه للتانيه، ودي طبعا اللي بيستخدم فيها الرابط اللي فات اللي هو الايه. فال اي دي بتستخدمها عشان تعمل قوائم في الصفحه. اما بقى اليو ال فدي بقى بشكل عام هي تعتبر قوائم بس غير منسقه، زي ما هما كده بتعمل لهم ديدلاين لوحده وتبدا تقول ان انا عايز التكست ده يتحول ويتحط في الحته دي. طبعا ده هنشرحه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله مش في الفيديو ده عشان ده ملخص عموما على اللي انا عملته. طبعا بما ان انا بتكلم عن ملخص فحصل معايا شويه مشاكل كده زي الربط، وعشان ما كنتش فاهم الحاجات دي في الاول لما كنت بتفرج على الفيديو وانا بطبق وراه، فدلوقتي خلص اليوم على الوضع ده ويجي اليوم التاني بعد ما فهمت وعرفت احل مشكله الربط.
بص، بملخص اليوم ده يا اسطى، الملخص المفيد يعني، اتعلمت ان انا اليوم ده اضيف الصور والنص، وده اللي هو يعتبر اليوم التاني وملخص اليوم التاني. بس عشان تستوعب اللي انا هعمله ده او اللي انا هتكلم فيه، في حاجه في الويب لازم تعرفها واللي هي اسمها البوكس موديل. باختصار البوكس موديل هي عباره عن سايز او المقاس، اللي هو مقاس الصوره ومقاس الفيديو اللي بيكون في الصفحه، واللي بيتقسم لاربع حاجات: الاصل وده يعتبر حجم الفيديو والصوره الاصليه، البرواز وده يعتبر المساحه الخارجيه من الصوره وده بيتحدد منه مثلا ان هو يكون عرضه او سمكه حاجه معينه، والحجمين الداخلي والخارجي. والحجمين دول بشكل عام هبقى افهمه لك بشكل اعمق، بس محتاج ان انت تفهم ان الحاجات دي في الاول، وطبعا مش هينفع انا اشرح لك كل ده في فيديو واحد. فلو انت عايز اشرح الفيديو ده اكتب لي في الكومنت عشان ابقى عامل حسابي في الفيديوهات الجايه. بعد ما ضفت الصور هقول لك بقى على حته صغيره هتوفر معاك حاجه معينه. فاكر لما قلت لك حط كل الحاجات اللي انت هتستخدمها في فولدر واحد؟ طبعا بقى بتكون فكرتها في دي، بتسهل عليك انك تحط كود طويل قوي توفره وتكتب كود صغير، يعني بشكل اخص زي الكود اللي انت شايفه ده. الاي ام جي او الكود اللي انت شايفه الطويل قوي ده كود اضافه الصوره، وزي ما انت شايف الكود يعني مكون من العنصر الاساسي واللي هو الصوره، يعني عايزك تحط عنصر الصوره والسير، وده يعتبر زي ما انا بقول لك السير مكان الصوره، عنوان الصوره، واللي طبعا بتضاف فيه اسم الصوره في الاخر اللي هو يعتبر بي ان جي او حاجات زي دي، وبعديها الالت واللي هو الاسم، والكلاس زي ما انا شرحت لك ده يعتبر الاي دي اللي انا بديه مش شرط انك تديهوله، بس انت يعني انا بعمل كده عشان اعرف اقول له اكتب زي صنع على طول واقول له اعمل الاوامر ده على طول، بتوفر معايا وقت. طبعا بقى كده ضفنا الصوره، ونيجي بقى لاضافه النص. زي ما انت شايف قدامك دي كل الاكواد اللي بنستعملها في النص، زي مثلا البي ار، وده انا بستخدمها عشان احط الكلام اللي انا كاتبه ده في السطر لوحده. اما بقى الاتش 1 والاتش 3، بص هو المفروض اتش 1 يعتبر من فايدته ان هو بيعمل لك حجم للخط، وده ليه 6 مستويات: 1 و2 و3 و4 و5 و6. وزي ما انت شايف الحجم كل ما الرقم قرب من الست كل ما حجم الخط قل، فطبعا لازم تاخد بالك من الحته دي، انت بتعتمد على حسب انت عايز الخط يبقى عامل ازاي. ومن ناحيه بقى الكلام فنيجي بقى عند البي او الباراجراف، وده بنستعمله عشان نضيف فيه النص والكلام اللي احنا عايزين نضيفه. وطبعا ممكن بقى تزوق بقى الخط مثلا ان تعمل له كود البيت كابيتال، وده الخط تقيل ان ده الخط الكلام اللي انت كاتبه. الاي وده بيميل الخط شويه بشكل مايل. اما بقى الكود يو بنستعمله عشان نحط خط تحت الكلمه اللي انا عايزها. اما بقى الاس فدي بتخليها تحط الخط على الكلمه نفسها. وبس يعتبر ده يعني كان اليوم كله، لان انا فعليا كنت مش عارف احط الصور بشكل واضح، حصل معايا شويه حاجات كده وعملت قعدت اظبط فيها في اليوم كله. اليوم التالت، وده كان بعد زنقة الامتحانات والمينيتير، وفي نفس اليوم جات لي شويه مشاكل في الصور ان هي كانت متلخبطه وداخله في بعضيها، فقعدت ان انا اشوف الاكواد واعدل فيها لحد ما عرفت اظبط الاكواد بشكل ان هي تخلي كل صوره لوحدها تحت بعضيها، وده طبعا بنفس الكود اللي هو البي ار. بدات اعمل شويه صفح تانية اعمل لهم ربط عن طريق الكود بتاع ايه، وخلص اليوم على الوضع ده. كده كده الموضوع مفيهوش حاجة أنا عملتها زيادة، ده أنا بس عدلت على شوية حاجات. بيجي اليوم الرابع، وبص هو اللي عرفت أضيفه هو الفيديو، وبدأت إني أشتغل عليها وأعملها. وخد بالك إن الكلام ده برضو بيمشي مع الأوديو كمان، ليه نفس الكود وبنفس الطريقة، بس بيختلف أول كلمة. يعني أنا بختار صوت ولا فيديو، دبانة رخمة غوري بقى الكود الفيديو، واللي بيتقسم عندك اول حاجه العنوان اللي هو الفيديو، السير، واخيرا كام حاجه زي ما انت شايف الاوامر. اول امر واللي هو الاريا كنترول، اللي انا عاملها نوت، لازم تفهم ان دي كنترول على الصوره نفسها. يعني انت اول ما تضيف الفيديو بيبدا ان الفيديو قدامك بيظهر بس مش شغال، فالطريقه الوحيده انك بتبدا تشغل فيها الفيديو انك تعمل له كنترول. بس انت يا اسطى عامل نوت للكنترول، يعني ده معناه انك قافله. ايوه انا قافله ان هو ما يبينلكش اي حاجه من حيث الشريط والكلام ده، وده انا عملته بطريقتين. اول حاجه زي ما انت شايف الاوتو بلاي، وده يعتبر ان هو يشغل الفيديو من تلقاء نفسه، بس طبعا جوجل طالبه شرط ان لما تعمل اوتو بلاي لازم ان الفيديو يكون كاتب، فطبعا لازم غصب عنك انك تكتب الكود اللي قبله واللي اسمه ميوتد اللي هو يعمل كتم الصوت تماما. اما الكود اللي قبله او الكلمه اللي قبلها واللي هي له ان هو يقعد يكرر الفيديو ده كل ما يخلص يعيده تاني. فكان عندي مشكله ان اي حد هيخش في الموقع ويشوف الصوره او يشوف الفيديو يقدر يعمل له شاشه تصغير شاشه، فانا كنت عايز الغي التصغير ده، فما كانش فيه غير طريقه واحده وهي ان انا الغي كنترول واعمل له نوت، وكده يبقى خلص اليوم الرابع.
ونيجي بقى اليوم الخامس وهتكلم عن حاجه مهمه. طبعا اليوم ده انا ما عملتش فيه حاجه، وانا كنت زهقان وتعبت ان انا اسجل وابرمج، فقلت ان اريح واتفرج على اليوتيوب. وفجاه يطلع لي الفيديو ده من العدم، وهو فيديو ليحيى تك، واللي انا سايب لك رابط القناه بتاعته تحت. قعدت اتفرج عليه وادركت حاجه مهمه، وممكن يكون ده السبب خليني ان انا خلصت الفيديو دلوقتي. وانصحك انك طبعا تشوف الفيديو ده بعد الفيديو ده طبعا، وهو الحاجات اللي انت محتاجها تكون ويب ديفلوبمنت. سؤال مهم واجابته تقيله شويه بس مش صعب، ده اللي خلاني اعرف ان في حاجات كتيره جدا ناقصاني وطبعا لازم تتعلمها ان كان انا او انت، واهمهم الجافا سكريبت. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات ان الجافا سكريبت كان من اهم الحاجات اللي انت لازم تشوفها والاساسيات عشان تعرف تكمل بيه اي صفحه، لان انت ممكن بالجافا سكريبت تعمل صفحه كامله، وده كان ممكن يحل لي مشاكل كتير قوي كان لازم اتعلمه. ويعتبر لحد كده انا وقفت في تكمله تطوير الصفحه. عارف اني ما اتكلمتش في حاجات كتير، بس لظروف تانية كمان كان الفيديو ده اتأخر عليك اكتر من كده، فقلت ان انا اوريك اللي انا وصلته وبعد كده اعمل لك فيديو اخر ان شاء الله. وكده ابقى يعتبر قربت اخلص الفيديو، ويبقى وصلنا لاهم فقرة واللي انت مستنيه، وهي فقرة البونص. الفقرة دي والمرة دي هتكلم عن الاكواد المختصرة. في اكواد يا اسطى ممكن تكتبها، في اكواد بنفس الطريقة تكتبها بس باختصار شديد جدا، زي الكود اللي انت شايفه قدامك ده. الكود ده طويل جدا وبياخد وقت كبير قوي عقبال ما تكتب، بس بدل ما انا اكتب كود الباك جراوند اللي انت شايفه قدامك ده كله كده حاجة حاجة وسطر سطر، ممكن اكتب بنفس الكود بس اكتب باك جراوند بس، وابدا ان انا اخد من كل اخر كلام اخده وانقله تحت، لان هو كده اصلا بيبقى متعرف لوحده. واختصارات تانية كتير، بس اهم حاجة لازم تبدا وتطبق على الحاجات اللي بتاخدها. وزي ما قال الدحيح، ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجه ادي دعني انفلعت، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. وبس كده. لو انت وصلت للحته دي فانت يا ابني والله كينج، والله وتستاهل الفيديوهات اللي انت عايزها. واكتب اللي انت عايزه، وما تنساش طبعا انك تعمل لايك واشترك للقناه. طبعا مش محتاج اقولك ان الفيديوهات اللي انت شايفها واللي انا عرضتها قدامك الفيديو ده موجوده كلها تحت في الوصف لو حابب تشوفها. واخيرا see you in the next video.